هو انت تقدر تجيب بيانات كل العملاء المستهدفين في 12 دقيقه بس؟ ده النظام اللي هنعمله انا وانت دلوقتي خطوه بخطوه بدون ولا سطر كود ولا حتى برومبت. انا عمر، وفي اخر الفيديو هيكون عندك نسخه كامله من النظام ده، وهتشوف بنفسك ازاي تقدر تعجله لاي مجال او اي بلد في العالم. فلو عايز لينك الاداه دي وعليها 400 كريدت فري اكتب لي بس وما تشيلش هم. وقبل ما نبدا، لو مهتم بمحتوى الاي اي اوتوميشن اعمل لايك واشترك، ويلا نبدا وما نضيعش وقت. دي لينك الاداه اللي انا بقول لك عليها. اول ما تدخل على الاداه دي هتلاقي نفسك في شات اكنك بتكلم شات جي بي تي عادي، هتكتب له هنا اللي انت عايزه حتى من غير ما تكتبه بطريقه برومبت. طب تعالى كده نجرب. بس بص، انا كتبت له هنا ايه في الشات اكني بتكلم مع تشات جي بي تي عادي، بقول له اعمل لي ايجنت لتوليد العملاء المحتملين ليه، هيدور على اسم الشخص، المسمى الوظيفي، الشركه، حجم الشركه، والبريد الالكتروني بناء على طلبي للصناعه وللموقع، وفي الاخر هيحفظ البيانات دي في جوجل شيت. تعالى كده بص كده، الرد اللي ظهر لي هنا ده هو دلوقتي فهم طلبي بكل سهوله، وهيساعدني ان انا ابني ايجنت يجمع لي بيانات العملاء ويحفظها في جوجل شيت. ودلوقتي بيطلب مني ان انا ايه، ادوس على بيلد ايجنت دي. انا ادوس عليها. اول ما دوست على بيلد ايجنت دخلني على طول على فلو اديتور. فلو اديتور دي بتوريني الورك فلو بتاعي وهو بيتبني. بس هنا سالني شويه اسئله. تعالى بص كده. بص، هو فهم طلبي، فهم كل حاجه. بيسالني على المجال اللي انا عايز ابحث عليه، يعني العملاء في مجال ايه بالظبط. بيسالني هنا على الموقع اللي انا عايز اجيب منه، يعني يكونوا منين، فانا مش عايز حاجه محدده. بيسالني برضه لو عندي جوجل شيت. وبص هنا بيقول لي عايز حجم الموظفين قد ايه. فانا هقول له انا هكتب لي بيانات العملاء من مكان اسمه بيبول داتا لابس. المكان ده بيبقى بيتخزن فيه بيانات عملاء كتير، هو يقدر يجيب لي منها كل البيانات اللي انا محتاجه. بعد كده قلت له ايوه انا عامل جوجل شيت اسمه ليد جنريشن. بعد كده جالي هنا قلت له انا عايز اتكلم مع الايجنت لما ابقى عايز، وقلت له ان انا مش عايز معايير معينه. تعالى كده. بعت لي رساله بياكد لي على كل الحاجات اللي انا قلتها له، بيقول لي هو ده اللي عايزه، فاقول له اه انا ده اللي عايزه. هو دلوقتي هو بيبني الايجنت. لي هنا الايجنت كامل من غير حتى ما اكتب لا سطر كود ولا حتى اكتب له برومبت، انا بكلمه اكني بتكلم مع تشات جي بي تي. بص كده. عمل لي هنا التريجر اول ما ابعت له رساله زي ما انا قلت له. وهو تاني حاجه هنا يبحث على العملاء، بعد كده يحطهم في جوجل شيت، وبعد كده رساله التاكيد. بص كده. لو دخلت هنا هتلاقيه بيستخدم كلود 4 سونيت. ده الموديل اللي هو بيستخدمه. بص، اللي عمل البرومبت من نفسه من غير ما انا اكتبه، الاداه هي اللي عملت البرومبت من غير ما انا اكتبه. بص هنا وعامل لي الليميت 10، هيجيب لي 10 عملاء في كل مره اطلب منه. حلو. هنا في جوجل شيت انا كده كده موصله بالاكونت بتاعي، عامل له اكسس على الاكونت بتاعي. انا دلوقتي انا عايز اجرب بقى. تعالى كده دوس ايه، ران تيست. انا التريجر بتاعي مسج، اول ما اكتب له المسج هنا هيروح جايب لي ال10 عملاء اللي انا عايزهم. طب تعالى نجرب. حلو. انا كتبت له هنا انا عايز في مجال الريل استيت بتاع العقارات، الايجنتس اللي في مجال الريل استيت، الوكلاء اللي في مجال العقارات، والمنطقه في كايرو في القاهره. تعالى كده. دلوقتي انا مجهز جوجل شيت هنا. حاطط فيه الاسم، حاطط فيه المسمى الوظيفي، الشركه، وحجم الشركه، والايميل. المفروض دول يتملوا دلوقتي. تعالى كده بص على جوجل شيت. لما دخلت على جوجل شيت هنا اهو جاب لي 10 عملاء، 10 اسامي في مجال الريل استيت، وجاب لي المسمى الوظيفي بتاعهم، اسم الشركه، حجم الشركه، والايميل الخاص بكل واحد فيهم. حلو الايجنت اللي انا عملته ده، يعني عملت الايجنت ده ما خدش في ايدي 3 دقايق. جميل قوي. بس انا دلوقتي هستخدم البيانات دي في ايه؟ تعالى بقى اوريك هنستخدم البيانات دي في ايه. حلو، ده كان كويس. بس انا بعد ما عملت اول ايجنت ده اللي هو بتاع الليد جنريشن اللي هو بتاع العملاء المحتملين، انا هعمل ايه بالبيانات دي؟ انا جيت هنا عند الهوم، وجيت هنا عند الشات اللي انا شفته في اول مره. انا دلوقتي هكتب له هنا، بقول له ايه، بقول له اعمل لي ايجنت ياخد بيانات العملاء المحتملين من جوجل شيت، ويدور على نقط القلم بتاعتهم بتاع كل عميل منهم وكل شركه فيهم ويكتبها لي. تعالى كده. بص اهو فاهم اللي انا قلته له، بيقول لي تاني عند بيلد ايجنت. انا ادوس بيلد ايجنت، هيجيبني هنا المفروض عند الفلو اديتور زي المره اللي فاتت. جميل جدا. دخلني هنا عند الفلو اديتور تاني، المكان اللي انا هشوف فيه الايجنت بتاعي وبيبنيه له. بص هيسالني دلوقتي شويه اسئله، المفروض انا اجاوب على الاسئله دي. بعد ما اجاوب على الاسئله دي على طول هو يبني الايجنت. حلو. بعد ما دخلت هنا على الفلو اديتور وجاب لي هنا الثلاث اسئله اللي هو عايزني اجاوب عليهم عشان يديني معلومات دقيقه. فاول سؤال هنا بيسالني على الجوجل شيت، بيسالني لو انا عندي جوجل شيت، فقلت له انا عندي جوجل شيت اسمه ليد جنريشن. تاني حاجه بيقول لي هنا يبحث فين، فانا قلت له ابحث عن المعلومات اللي في الاخبار. تالت حاجه بيسالني هنا
عن المكان اللي هيخزن فيه المعلومات، فانا قلت له البين بوينتس دي اللي هي نقاط القلم او نقاط الضعف حطها في مكان في جوجل شيت اسمه داتا. ده انا لسه عامله جديد في جوجل شيت اسمه داتا، وابعته له دلوقتي. بص هو هنا هو فهم كل اللي انا قلته له، بعت لي كل اللي انا قلته له مره كمان عشان اكد عليه، ومستنيني ان انا ااكد عليه. طب ماشي انا هاكد عليه واقول له تمام. يس، هو بيبني الايجنت دلوقتي، هو دلوقتي قاعد بيبني الايجنت مع نفسه من غير ما انا اتدخل. حلو قوي، بعد ما اديته كل المعلومات اللي هو عايزها عمل لي الايجنت بتاعي هنا، وجاهز دلوقتي ان انا اجرب. فانا دوست هنا على ران تيست وجاب لي هنا ان انا اعمل تيست. تعالى كده اقول له ايه مثلا، جو. تعالى كده بص على جوجل شيت. المفروض دلوقتي ايه، بص اول حاجه ايه، خد مني التريجر، دلوقتي راح خد العواميد من جوجل شيت اللي انا مديها له، بعد كده راح عمل ريسيرش، بعد كده بيضيف هو البين بوينتس في المكان اللي اسمه داتا. تعالى كده بص هنا، المفروض ان الداتا دي تتملي دلوقتي. بص كده، جاب لي البين بوينتس بتاعت اول عميل عندنا كلها بالتفصيل بالتفصيل. حلو قوي. طب انا دلوقتي جبت من كل عميل، جبت الاسم بتاعه، المسمى الوظيفي، الشركه، حجم الشركه، والايميل، وبعد كده وظفت كل ده عشان اجيب ايه، البين بوينتس اللي هي نقاط القلم بتاع كل عميل. طب انا هعمل ايه بالحاجات دي؟ هل هحفظ الحاجات دي عندي في جوجل شيت؟ اكيد لا. انا المفروض دلوقتي ابعت لكل عميل منهم ايميل مخصص مكتوب ليه، مكتوب فيه كل البين بوينتس اللي عندهم وايه الحلول بتاعتها وازاي هنشتغل عليها، بحيث نخلي بدل ما هي نقاط قلم نقاط قوه. تعالى اوريك هنعمل كده ازاي من غير ولا كود ولا برومبت. حلو قوي. طب ايه اللي انا كتبته له ده؟ انا بقول له اعمل لي ايجنت يكتب رساله لكل عميل، رساله مخصصه لكل عميل من المحتملين بتوعنا، يجيب العملاء دي من الجوجل شيت عندنا ويرسل لكل عميل رساله. مش يرسلها له، يعملها لي كدرافت انا، وبعد كده بعد ما يعملها لي كدرافت على الايميل انا بقى اقرر ارسلها له ولا ما ارسلها لوش. تعالى كده، ده كده تالت ايجنت معانا اهو. بص كده اهو تالت مره فهم اللي انا عايزه. بعد ما فهم اللي انا عايزه بيقول لي ايه، بيلد ايجنت. انا هدوس بيلد ايجنت. دي المفروض اللي هتبني لنا الايجنت بتاعنا. خلاص بقى انت كده الحاجات دي بقت بالنسبه لك سهله جدا. تعالى كده بص اهو، هو فهم كل اللي انا بعته له، وهيسألني برضو اسئله تاني. بعد ما يسألني الاسئله دي المفروض انا اجاوب على الاسئله دي علشان يعرف هو هيتعامل ازاي. فانا هكتب له على كل الاسئله بتاعته بكل البيانات اللي عندي في جوجل شيت. قلت له الاسم، المسمى الوظيفي، الشركه، حجم الشركه، الايميل، والمكان اللي هو اللي اسمه الداتا اللي متخزن فيه البين بوينتس اللي هياخدها. وحطيت له هنا عمود جديد هقول لك هنستخدمه في ايه. وقلت له ان انا عايز التريجر عادي اول ما نطلب منه، اللي هو مانوال يدوي، اول ما نطلب منه يعمل البيانات. وقلت له هنا ان هو هياخد البيانات بتاعت البين بوينتس بتاعتنا من المكان هنا في جوجل شيت اللي هو اسمه داتا، اللي انا حطيتها هنا في مكان اسمه داتا البين بوينتس اللي هو نقاط القلم بتاعت كل عميل او نقاط الضعف. وبعد كده يدور لي على AI solutions لكل واحد فيهم، بحيث ان انا الاقي اعرف كل واحد ايه الحلول اللي نقدر نقدمها له بالاي اي. هو اللي هيعمل كده دلوقتي. تمام. وقلت له في الاخر خلي كل عميل، يعني انا هدفي ان كل عميل منهم او كل عميل محتمل يحجز موعد في الاخر او يحجز كول في الاخر. تعالى كده ابعته له. هو بعت لي كل اللي انا قلته له ده مره كمان بياكد عليا. فانا اقول له يس تمام، انا اقول له الدنيا تمام. المفروض دلوقتي هنا يعمل لي الايجنت بتاعتي. فاول ما قلت له هنا يس ان انا موافق على كل حاجه، هو عمل الايجنت مع نفسه بدون ما انا اقول له اي حاجه او بدون ما انا اتدخل. انا بس اديت له كل المعلومات اللي انا عايزها، حتى ما كتبتلهالوش بصيغه برومت، انا كتبتها له عادي اكني بكلم واحد صديقي او اكني بتكلم مع تشات جي بي تي بكل اريحيه. بص هو هنا اكد لي على كل حاجه وجاب لي في الاخر تيست. تعالى بص كده الورك فلو اللي عمله لي. عمل لي ايه، ان انا اول اهو المسج، اول ما ابعت له مسج هو يشتغل على طول. بعد كده هو هياخد البيانات من المكان اللي جوه اللي اسمه الداتا، بعد كده هنا يعمل الايميل ويبعته لي كدرافت. طب تعالى كده اعمل ران تيست واقول له ايه، اقول له جو ودي. المفروض دلوقتي يبعت لي ايه، الايميل. بص ايه اللي بيحصل، هو خد مني رساله هنا، خد مني رساله، بيجيب هنا البيانات من المكان اللي اسمه داتا جوه في جوجل شيت، وهيبعتها دلوقتي هنا عشان الايميل يعمل لي درافت ويتبعت لي على الايميل. اهو بص هنا خد البيانات، المفروض دلوقتي يبعت الايميل.
طب سيبك من الكلام ده، تعالى اوريك حاجه جوه كده قبل ما ندخل. بص كده هنا، هو هنا في عشان يكتب الدرافت انا ما قلتلوش، بص هو كاتب البرومت ده من دماغه، يعني انا ما قلتلوش برومت، هو اللي كاتب البرومت ده من غير ما انا اكتب له حرف. انا كتبت الكلام ده قدامك، انت شفتني بكتب الكلام ده، ما كتبتش اي حاجه، هو اللي كتب البرومت من نفسه. تعالى كده شوف هو بعت ولا لا. هو المفروض دلوقتي لو رحت على الايميل الاقيه بعت. تعالى كده اهو، قول لي انت بقى، قول لي انت بقى، اهو بعت كل الايميلات ده. حتى يعني حتى العملاء اللي مالهمش بين بوينتس، انا قلت لك ان هو هيبعت واحده، حلو، حتى العملاء اللي مالهمش بين بوينتس عندنا هو راح دور وجاب لهم بين بوينتس. بص كده، ده العميل اللي احنا كنا جايبين له بين بوينتس، لو بصيت هنا كده هتلاقي هو ده اللي عندنا ليه بين بوينتس. جميل، هو راح دور للباقيين كلهم وجاب لهم بين بوينتس. طب تعالى كده بص كده، بص الايميل اللي هو كتبه، ايميل بامانه بامانه احترافي بطريقه لا تتخيلها. يعني هو بدأ الايميل بكل احترافيه، بص كتب كل الحاجات الضعيفه اللي عند العميل، بص نزل كتب ال AI هيساعده ازاي، ده حتى بالنسب. بص في الاخر كتب له التوقيع وعمر. جميل قوي، جميل قوي. فدول كانوا 3 أنظمة بساط جدا عملناهم من غير حتى ما نكتب برومت واحد، كله بلغة البشر. يعني أنا بتكلم معاه بلغة بشرية عادي، بتكلم معاه كأني بتكلم مع واحد صاحبي، كأني بتكلم مع تشات جي بي تي. فأنت كمان تقدر تعمل كل ده بكل سهولة من غير ما يكون عندك خلفية برمجية، من غير ما يكون عندك حتى الإبداع بتاع البرومت أو الطريقة اللي أنت بتكتب فيها البرومت. من غير كل الكلام ده بكل بساطة تقدر تعمل كل الحاجات دي. فأنت، أنا بنصحك لو ما طبقتش معايا خطوة بخطوة، عيد الفيديو من الاول وطبق معايا عشان تستفاد، ما تكونش بس اتفرجت بل وتكون طبقت ونفذت. زي ما شفت كده 3 انظمه كاملين من غير ما اكتب ولا سطر كود ولا حتى برومبت. فلو عايز تتعلم انظمه زي دي توفر وقتك جهدك وفلوسك، اشترك في القناه وقول لي عايز انهي نظام الفيديو الجاي.